ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ جاي النهاردة فيديو شرح جديد. شرح الفيديو هيكون طريقة تلقيم بنود واتساب. هعلمكم ازاي تلغموا بنود واتساب، البنود اللي بتطير بيها ارقام من نسخ عكس يعني وفينش وكده. تمام. المهم قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل كومنت يشجعني ان انا اكمل وتسيب لايك للفيديو. تمام. فخلينا نخش على الشرح على طول. هنحتاج في الفيديو يعني يكون معاك مثلا 10 او مهم يكون معاك ارقام، بس ارقام كتير. ولو مش معاك ارقام عادي ممكن تخلي اصحابك يعملوا زي ما هقولك يعني في الفيديو. المهم هندخل على اول حاجة اننا نكتب البند. ازاي نقدر نكتب البند؟ تمام. فهندخل مثلا على اي حتة نكتب فيها، فانا هدخل على التليجرام هيكون يعني اسهل لي. تمام. فهنرجع كده وهتيجي هكتب البند ازاي. تمام. اولا لازم يبقى كلامك واقعي. ازاي يعني كلامك ان انت شخص ايه تتكلم باللغة العربية بمعنى اصح يعني. تمام. فتعالى اقول نفس صيغة الملف ازاي. المهم هنيجي نعمل شباك ومثلا اهلا عميل عزيز. تمام. وهنيجي نعمل هاشتاج تاني كده. ايه عملنا اول حاجة. اول كلمة هتيجي هنا ننزل تحت واحدة بس، بعدها هنعمل الإعداد ننزل ايه بالانتر تحت. المهم بعد ما نزلنا تحت هنكتب موضوع البند هنكتبه ازاي. اننا هنجيب موضوع نتكلم فيه يكون منتهج لشركة الواتساب. هتقول لي هجيب موضوع منين ولا منتهج لشركة واتساب ازاي؟ اقول لك هتيجي بقى تألف من دماغك ازاي تكتب كلام إباحي. بس كلام إباحي يعني مثلا أنا من العزيز نحن الشركة كمان اسم بقى نشتغل في تصرفات الإباحية ومش عارف نعمل كذا وكذا وكذا فكذا يعني. المهم إن أنت تجيب موضوع إباحي وتكتبه. تمام. فبقى هنفترض إن أنت كتبت موضوع إباحي، يبقى هنا المكان ده نكتب هنا موضوع إباحي. تمام. فبعد ما هنكتب الموضوع الإباحي هنعمل ايه؟ هننزل تحت واحدة واتنين كده كتبنا موضوع إباحي. فهنجيب بعد ما نكتب موضوع إباحي هنكتب هنا رابط الشركة. تقول لي طيب هجيب رابط الشركة منين؟ كده أنا هكون سايب لك ايه الموضوع ده بالظبط. فأنت هتشيل كلمة اللي هي نكتب هنا موضوع إباحي وهتحط الموضوع اللي أنت هتكتبه بس. تمام. فهنفترض إن دوت رابط الشركة مثلا، هو رابط الشركة هنا او ثانية هجيب رابط الشركة بجد وهحطه عشان بس تكونوا ماشيين معايا. ثانية هوقف الفيديو اجيب رابط لكم تاني. هدرم عليها كراش نجيب ده رابط الشركة بتاعت الواتساب هنا. تمام. بعد ثانية بس هقولك هنحط ايه دلوقتي. تمام. بعد ما هنحط رابط الشركة هنا هنجيب مواقع إباحية. هنجيب بقى مواقع يعني تخص الموضوع اللي انت هتكتبه. زي ما تكتب إباحي أي حاجة اللي انت هتكتبها هتجيب الروابط اللي هتكتبها. روابط يعني تخص الموضوع اللي هتكتبه. مثلا هتكتب عن الإباحة فهتجيب روابط إباحية من أي بقى موقع على السوشيال ميديا. بعد ما تجيب موقع إباحية تقوم منزل واحدة تحت وتقوم حاطط مثلا 3 4 روابط هنا. يبقى ايه هي روابط إباحية. تمام. فهنقوم بعد ما نحط واحدة هي. تمام. بعد ما نحط الروابط هي هننزل واحدة أو اتنين زي ما قلت لكم. معلش على الصوت ده عشان بس ايه مش عارف ايه بره. المهم يعني هنا بعد ما الروابط إباحية وهننزل واحدة هنيجي هنا هنحط ايه التواصل مع يرجع النقر في أسفل أو الطرق التواصل معنا في الأسفل. تمام. بعد ما نعمل كده هنيجي هنا ونحط إيميلات الشركة. هنقول له طيب هجيب إيميلات الشركة دي زي ما قلت لك هكون سايبك أنا كل ده اللي بتاع في قناة التليجرام. فأنت عليك هتغيره. في حد عمال يرمي عليك رش. مهم يعني بعد ما تحط ايه نجيب لينك الشركة وجاي تمام. المهم يعني بعد ما جبت ايه هنحط ايه بعد ما كتبنا للتواصل معنا يرجى النقر في الأسفل. دي هتكون حاطط رابط بتاعت الشركة أو جيميلات الشركة على صح. تمام. دي كل جيميلات الشركة اهي. مش كلها يعني جبت شوية منها. المهم بعد ما حطيتهم تحت بعد ما تنزل واحدة لتحت هتعمل ايه؟ تيجي تحط لينك شات يعني اهو لينك شات. تمام. أو زي ما انت شايف.
كده بعد ما حطينا بريد جيميلات الشركة هنقوم حاطين تحته، مش هننزل واحدة أو اتنين لتحت، لأ تحت جيميلات الشركة بس، نقوم حاطين اللينك تمام. وهنحط رقم الشخص اللي انت عاوز تطيره هنا، أي رقم بقى شخص اللي انت عاوز تطيره هنا تمام. بعد ما تحط رقم الشخص اللي عاوز تطيره هتعمل ايه؟ هتقوم كده احنا خلصنا البند، كده هتكون خلصت البند. بعد ما تعمل الخطوة دي هتقوم بعته نفسك تمام، وهتقوم واخده نسخ. بعد ما تاخده نسخ هتعمل ايه؟ هتقوم رايح على جوجل، وبعد ما تروح على جوجل هتقوم عامل اللي بتاع مترجمه بمعنى ايه؟ مغير اللغة بتاعته، هتخليها اسبانية او روسية، بس هتخليها روسية احسن يعني، عشان الشركة بتقدم اللغة الروسية احسن تمام. هنفترض ان انت خلاص ترجمت اللغة الروسية ودلوقتي بقى البند معاك باللغة الروسية، هنفترض كده يعني. فهنقوم واخدينه نسخ تمام باللغة الروسية. متنساش بعد ما تاخده نسخ هتقوم خارج وعامل جروب على الويب، الجروب تدخل فيه كل أرقامك المهم يعني هتدخل في كل أرقامك وتدخل شوية من صحابك تمام. نفترض إننا ثانية هدخل بس جروب، هدخل بس زي نسخة تمام. هنيجي على المجموعات زي ما انت شايف ده جروب كنت عامله يعني إنه علاقة في بنود وكده زي ما انت شايف، ده اللي كنت بلغم في البنود بس يعني تمام. وهتقول له بعد ما هتعمل اللي بتاع هتعمل ايه؟ هتبعت ايه؟ بعد ايه ما هتعمل الجروب وهتفهم صحابك ايه؟ قول لهم انا هنزل البتاع، هبعت لينك هنا او مثلا بند، فهموا بقى زي ما انت تفهموا. المهم هتقول لهم اول ما ابعته كلكم تبلغوا عليه، كل واحد يبلغ 20 او 30 ابلاغ على اللي بتاع البند معاك. رقم هيطير مش شد معاك، الرقم اللي هتبعت منه البند هيطير. يعني دلوقتي انا هبعت من الرقم ده والرقم ده هيطير تمام. فهتقوم بعت ايه؟ بند كده، هتقوم بعت وتقول لهم ايه؟ بلغوا على البند، بلغوا كل واحد يبلغ مثلا 20 30 ابلاغ. ما تنساش تحط رقم انت عاوز تطير، لما رقم البند ملوش لازمة، عشان كده انت هتبند اللي بتاع بالرقم ده تمام. المهم بعد ايه؟ هتقول لهم بلغوا، فيبلغوا ازاي البند هيوصل لهم. هنعتبر ان ده مثلا ثانية ادخل من النسخة التانية تمام اهو، البند هيوصل لهم اهو كده بالطريقة دي. هتخليهم يعملوا ايه؟ هيقوموا ضاغطين عليه ضغطة مطولة كده، هيقوموا ضاغطين على ال3 نقط دول والابلاغ عني اهو ابلاغ كده ايه، بلغت عليه مرة اهو، تم ارسال الابلاغ كده اهو تمام. كده بلغت عليه، كل واحد يبلغ كده 30 مرة. مثلا نفترض انه في الجروب 20 واحد، انت ليك مثلا 10 ارقام والباقي له ايه كام رقم يعني. المهم هتجمع، كل ما الرقم هيكبر البند هيكون اشد، كل ما حجم الابلاغات هيكبر الرقم هيكون اشد يعني اهو ابلاغ. وهيفضل كده اهو تمام. هي سهلة يعني مفيش حاجة صعبة في الموضوع تمام. هذا الابلاغ تمام. بس كده اول ما هتعرف هتقول لي طيب اعرف ازاي ان اللي بتاع اتبنى لو اللي بتاع يعني بقى جديد وبقى ايه فينش وكده؟ اقول لك الرقم اللي انت باعت بيه يعني اللي هو الرقم ده اللي انا باعت بيه، اول ما يطير اعرف ان البند خلاص بقى اتعمل يعني. بس كده، فهو ده كان فيديو النهارده. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لنا كومنت يشجعني ان انا اكمل، وتكتبوا كومنت تقول لي عاوزين ايه فكره الفيديو الجاي. واسف يعني على الدوشه اللي في الفيديو تمام، بس غصب عني برضه تمام. فبس كده، سلام.